صباح الخير والسعادة والورد على أحلى ناس في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. تعالوا معايا بقى أقول لكم ازاي تعملوا الرز المصري الأصلي اللي بشعرية القمر بتاعنا ده بطريقة مظبوطة ويطلع معاكي مفلفل طعم ولا احلى ولا اطعم من كده. انا هنا عملت جنبه شويه كفته رز كده، بس ملناش دعوه بيها دي دلوقتي. ندخل في موضوعنا على طول. نزلت بمعلقتين من الزيت على معلقه سمنه كبيره. الزيت لازم في وصفتنا علشان خاطر الزيت هو اللي بيفلفل لنا الرز. السمنه بتدي طعامه، هي دي المكونين الاساسيين في الرز بشعريه. هنا بقى نزلت بالشعريه بتاعتي، ربع كوب من الرز بشعريه من الشعريه بتاعتي. معلش ابني جنبي بس فايه ساحلني، انتوا اكيد خدتوا عليا. هنقعد نقلب في الشعريه لحد ما تاخد لون كده. الشعريه كميتها على حسب الرغبه، بس انا ما بحبهاش كتيره في الرز. انتي عايزه تكتريها تحطي نص كوبايه مثلا زي ما انت تحبي، بس انا حطيت ربع كوبايه بس من الشعريه على معلقتين زيت ومعلقه سمنه بلدي. زي ما قلت لك ما تتخليش ولا عن الزيت ولا على السمنه. واحد بيدي طعامه وواحد بيدي فلفله للرز. هتتخلي عن السمنه مش عندك، يبقى تعملي الشوربه بالرز، يعني تحطي بدل الميه شوربه لو انت هتعمليه بزيت بس عشان يطعم لك الرز. وهنا انا نزلت بكوبايتين من الرز المصري المغسول، غسلته وصفيته كويس ونزلت بيه على الشعريه بتاعتي. اول ما لونها ابتدى يدخل بس ايه في الحمار كده، خلي بالك عشان الشعريه في ثواني هتلاقيها لونت منك في ثانيه واحده. فانت اول ما تلاقيها فاهمه نزليها كده على النار. اول ما تديها تقلبتين تكوني بتغسلي الرز بايدك التانية، ايد تقلب الشعريه وايد تانية بتغسل الرز، عشان ايه نلحق بعضينا كده ايه على طول على طول. ماشي يا قمر. وتقعدي تقلبي، هي دي بقى سر فلفله الرز. قلبي في الرز قبل ما تنزلي من الميه او الشوربه بتوعك، تقلبي في الرز على قد ما تقدري. انا عايزاه ياخد تحميشه كده مع الشعريه، ميته كلها تتبخر ويبقى ايه ياخد ايه زي تشويحه كده مع الشعريه، ياخد من طعم السمنه كده هيديكي طعم قمر. انا بحب الرز بتاعي يبقى عليه ملح بس هو ده احلى طعم رز اللي بتروحي اللي ماما كانت بتعمله زمان اللي انت نسيتيه. وبقينا نحط دلوقتي منكهات على الرز وحاجات كده غريبه، وفي الاخر نرجع نقول لا مش ده الرز اللي ماما كانت بتعمله زمان. ما عشان انتي اخترعتي فيه افتكاسات، وهو ده الرز المصري المفلفل الاصلي اللي ماما وتيتا كانوا بيعملوه زمان. امشي بس انتي على التفاصيل والخطوات اللي هقولك عليها في الفيديو ده وادعيلي. انا بحب الرز مع شوربه مع ميه عفوا، علشان انا حطيت معلقه سمنه. معلقه السمنه دي متساهونيش بيها ابدا، دي هي اللي بتطعم الرز، ومعاه ميه. انا بالنسبه لي ده احلى رز. انتي بقى مش عندك سمنه حطي شوربه لحمه، يعني تالي الميه على طول، تالي الميه تاليها شوربه اللحمه. شوربه الفراخ بصراحه ما بحبهاش في الرز، بس انتي لو مجرباها وحابه طعمها كده تمام. بس انا بقولك الوصفه الاصليه او المقادير الاصليه للرز. نزلت بميه بالظبط فوق الرز بعقله صباعك، يعني حطي عقله صباعك كده، عقله واحده من صباعك حطيها فوق الرز بس تبقى مغطيه الرز، شايفه بعقله صباع. حطي كده هتلاقيها مغطيه عقله الصباع على قدها بالظبط. خلاص هو ده مقدار، عشان اللي تقولي بيعجن مني، عشان اللي تقولي طلع ناشف مني، هو ده المقدار المظبوط. ولا بقى تجيبي شوكه ولا مش عارفه تعلمي على الحله ولا لا 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 لا، عقله صباعك فوق الرز، الميه تبقى فوق الرز بعقله صباع. وهسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب بالشكل اللي انت شايفاه ده، زي ما انت شايفه كده يبقبق كده من على الجناب. كل ده هو على نار عاليه. وبعد كده هوطي النار خالص، اوطى نار عندك، يعني اصغر عين توطيها اوطى حاجه، وتغطي الرز وتسيبيه من ربع لتلت ساعه. وهتدوقي بقى احلى رز ممكن تكون مصري عملتيه في حياتك. انا عارفه انه بيبوظ منك كتير وبيطلع معجن او ناشف، ولو زودتي الميه بيطلع معجن، ولو قللتي الميه بيطلع ناشف. بس صدقيني امشي في خطوه بخطوه بتفاصيل الفيديو ده هتطلعي احلى رز بشعريه ممكن تعمليه. هنا بقى غطا الحله عندي كان ضايع خالص، يعني حاولت ادور عليه ما لقيتوش بصراحه، فقلت ده ما يخسرش، يعني الرز ما احنا عاملين فشار، الرز مش هينفش يعني، فنغطيه باي حاجه. المهم ايه تأدي بالغرض وتحكم كده الحله عشان الرز بتاعنا ما يطلعش البخار بتاعه وينشف مني. اهم حاجه الحله تكون محكومه بغطا كويس، حتى لو مش غطاها زي الاستاذه دي. وعملت جنبها شويه كفته رز هنزلها لكم ان شاء الله قريب جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش معاكم اختكم هاله لايك وسبسكرايب واشتراك القناه
وتفعيل الجرس، وتقولوا لي في الكومنتات لما تجربوه وتوهموا كل اللي جربوه من ايديكم بجماله وفلفلته. واللي ما كانش بيظبط معاها الرز تجربوا بالطريقة دي وتدعي لي. باي باي.